طيبين. جينا نبارك لكم على الاداء محترم رجولي اللي انتوا عملتوه. لو انتوا بتلعبوا بالطريقه دي من اول الموسم اعتقد ده كاس العالم مش كاس. الرجوله اللي كانت موجوده والكفاح الواحد كان خايف عليكم حد يوصل، يعني ما كانش الواحد بيفكر ان الزمالك يكسب او يتعادل، لكن كل تفكيره ان يطلعوا الماتش ده سلام من غير ما حد يتحول. ده طبعا ماتش كان فيه عوده باسم ما شاء الله، كله كان رجاله ومحمد ابراهيم خذلني، لان انا قلت الماتش ده مش بتاع محمد ابراهيم، محمد ابراهيم فنان بيطلع كله جامد جدا في المواقف دي. انا حتى قد خذلني محمد ابراهيم كذا الراي معروف طبعا، تقريبا عشان كان بلده جابوا له محشي وبتاع هناك فكان ريح. كل اللعيبه رجاله بدءا من الشناوي، علي جبر، طويدار، حماده طلبه في الشمال، حازم امام في اليمين، كيف انسى حد، ابراهيم عبد الخالق، طارق حامد، احمد توفيق. احمد توفيق ده عشان الفلوس يموت نفسه، ده عمل ماتش عالمي، لقيت اقول هيموت الراجل هيموت. طبعا كان يعني ماتش فيه شيء كوميدي شويه في الشقلباظات اللي كانت موجوده. طبعا باسم معروف، مكي لما نزل، ابراهيم عبد الخالق لما نزل اللي كانوا احتياطي، كهربا طبعا كويس، كهربا في المية دي قلت الكهربا ان كنت عارف اليوم ده ماتش ما كانش تاني قبل ما كان ماتش اللي انت اثبتوا ان انتوا رجاله. المكافأة اللي احنا وعدنا بيها هتشوفوها النهارده، ليكم مكافأة عادية تبقى مريحة، وليكم $1000 اللي هنحولهم لمصر تاخدوهم النهارده دلوقتي اول ما تخلصوا على طول. بس مش هي القضية الفلوس، يعني مهما الواحد يكافئكم في اللي مصر كلها فرحت بأدائكم الرجولي، ده كان أداء رجولي على أعلى مستوى، وأنا عارف إن لو رمزي لعب كان هيعمل كده، جنش لو كان نفس القصة، سالم، مين تاني؟ مصطفى فتحي، بس انا بقيت يا رب ان مصطفى ما يلعبش عشان مصطفى مش بتشتم، واضح ان اديله واحده في البتاع يغرق ما يطلعش. فين مصطفى؟ انا مصطفى جاي لك عقود من بولونيا فين يا ابني؟ هات طيب ما اعرفش حاجه هات انا عايز اشوف عقوده. زي ما قلت اي لاعب هيجي له عرض يليه بيه ونادي الزمالك اقسم بالله لو هو احسن لاعب في الفريق هيمشي فورا. ليه؟ لان احنا عايزين اكبر عدد يبقى بره يعني للزمالك، يعني كلنا فرحانين بعمر جابر، كلنا فرحانين بمحمد عبد الشافي اللي هو ما كانش فلوسنا لكن فرحانين بيه. الراجل اول سنه يلعب فيها في اهلي جده خد الدوري والكاس برغم انهم نصبوا علينا، بس احنا وراهم لغايه ما ناخد فلوس. ننسى بقى الصفحه دي خلاص، ننسى الفلوس دلوقتي، نفتكر عندنا 3 ماتشات. عندنا المصري فريق محترم، مدرب محترم ما يقلش عن ماتش الاهلي. عندنا سموحه فريق محترم، سيبكم رئيس النادي استرمى الحمضانه واللحم الكلام دي مالناش دعوه بيها واللحم الحمير، لكن عندهم مدرب محترم اللي هو حلمي، عندهم فريق محترم جدا. ده الماتش الثاني. ثم ماتش الاهلي هيتلعب هنا في بترو سبورت في ميعاده من 9/7. اديكوا شفتوا ماتش الاسماعيلي والاهلي اللي قاعد يجعجع ويمين وبرج العرب. المساله مش بالمزاج، المساله فيها دوله، فيها قانون وفيها لوائح. الماتش ده ماتش الاسماعيلي يختار ملعبه، مجلس اداره محترم هناك، وزير الشباب المحترم، وزير الداخليه محترم، سيد امين عام وزاره الدفاع، وزير الدفاع، كلام واضح. لا برج العرب ده ماتش الاسماعيلي يختار الملعب، يختار بترو سبورت، هتلاقي بترو سبورت في ميعاده. تمام؟ ده 3 ماتشات عايزين نركز فيهم. ركزنا فيهم باذن الله ان شاء الله. ولو كنت تقول الكلام ده والفرق كان 11 بونت ولا 13 بونت والدوري لسه في الملعب، الناس كانت بتضحك وازاي والناس مش مصدقه والتريقه دي. لا الدوري اقترب باذن الله. الفرق دلوقتي انا بعتبره 2 بونت. انك عندك ماتش مع النادي الاهلي. ما دام عندك ماتش مع الفريق المنافس وتقدر بارادتك واراده النصر وكفاحك ونضالك في الملعب تكسبه، وان شاء الله هنكسب باذن الله. بامر الله هنكسب ويتحقق الحلم اللي انا شفته باذن الله.
كسبنا باذن الله نرجع بالدوري دلوقتي بقى. انت بتبذل كل جهدك، هذا الجهاز المحترم كسبان 9 ماتشات على ما اعتقد ورا بعضه، فاضل له ماتش ويبقى زي الثاني على العالم. الثاني على العالم 10 ماتشات متوازيين. ده في رجلكم وانتوا جربتوا لما بتبقوا رجاله وجواك اراده النصر. انت هناك هزمت المناخ وهزمت التاريخ، لان احنا عمرنا ما كسبنا بره نيجيريا خلاص. هزمت الحكم، هزمت كل حاجه لما كان عندك اراده انك تفوز وتفرح الملايين من جماهيرك، مش الزمالك بس المصري. عايز اقول لكم اهلاويه كتير كانوا فرحانين بيكم، فرحانين بيكم بجد، وانتوا عوضتوا النكسه بتاع الاهلي بتاعت زامبيا. لان برضو اي حد بيشجع النادي الاهلي في النهايه هو مصري، لما في فريق مصري يبقى في بيروح القتاليه دي ويكسب بره ارضه في المطره دي، مش مطره، مش عايز اقول مطره، انا شفت الحكم بيرمي الكوره ما لا ده عايز تقول له ارحمني، ده الراجل غير 4 كور. يعني انا شفت تقريبا غير 4 كور. طبعا الكوره من كتر ما بتشرب الميه قالت جاي، ما بالك بقى باللاعب. وما شاء الله الفانيلات البيضاء بقت بيضاء وكله طبعا. بقيت فرحان خاصه في احمد توفيق اللي مره قال على الفانيلا وعمل كده ورماها. جرب بقى ازاي بتزحلق وازاي. فدي الرجوله بتاعتكم. عندكم يوم الجمعه ماتش مهم، مفيش تخاذل، انسوا بقى خلاص نيجيريا. وافتكروا حاجه واحده، انا بقيت زي الاهلي بالظبط، ما كنتش معتمد على الاخرين. الاهلي عشان ياخد الدوري لازم يكسب ال3 ماتشات لا قدر الله. الزمالك لازم عشان ياخد الدوري لازم يكسب ال3 ماتشات. كان الاول الاهلي ممكن يتعادل ماتش يتغلب معي، كل ده كان الاول، كان قدامه فرصه لان كان عنده 11 بونت. يعني ما تعادل ماتش اخسر بونتين، اخسر ماتش اخسر 3. دلوقتي لا، الماتش اللي يخسره بره واحنا زيه بالظبط. طبعا في 2 لعيبه من زملائكم ما سافروش هيتعاقبوا، كلام غير قابل للنقاش. دي مؤسسه محترمه منضبطه، حضرتك ليك حق عندي تعالى خده. وانتوا كلكم لما انت بتيجي لي يا حازم تقول لي ان كذا، حاضر، نسبه المشاركه بقول لكم شهادات طب كده يجيب اصابات، وعشان كله ده يعني متساوي. نفس القصه محمد ابراهيم نسبه المشاركه اعتقد قليله، لكن كان عنده اصابات هنعملها له. تمام؟ انما تقوم في دماغك كده تقول انا مش مسافر، لا انا مش لاعب، لا انا مش متدرب، لا مش مرتضى منصور. مش هيمشي الكلام ده. في عقوبات هتتاخد، هنقدر ظروف كل واحد، لكن انت في معركه. اللي بيهرب من الجندي اللي بيهرب من المعركه بيبقى شكله مش كويس قدام الناس. انا قابلت ايمن حفني، جه ايمن حفني وانا كنت مصاب، هنشوف اذا كان مصاب ولا مش مصاب. كوفي كان ليه نسبه مشاركه زيكم بالظبط ناقصه، كان عنده اعتقد ماتش. كوفي ما خدش فلوسه، كوفي خد نسبه المشاركه لما جاب التقرير الطبي زي محمد ابراهيم دلوقتي. التقرير الطبي وصل هنديله نسبه المشاركه بتاعته، عشان انا قلت في قوه قاهره اسمها الاصابه. القوه القاهره دي بتطبع الكل. واحد بيبقى فاضل له ماتش او ماتشين او 3، او مدرب مش حابب رمزي مثلا مش عايز يلعبه، او ما كانش حابب محمد ابراهيم، فدي انا بعتبر ده كله قوه قاهره. لان برضو جزء مهم من المشاركه المدير الفني. انا ممكن ابقى لاعب جاهز بس انا شايف في الماتش ده فلان الفلاني، انا ما اقدرش اتدخل في شغله اقول له لعبه، لكن انا اقدر اديله نسبه المشاركه بتاعته. دي في ايدي انا دي، لكن مش في ايدي اقول له لعبه ما تلعبوش ولا لو قدامكم. والله العظيم ما اعرف تليفونه كام، وبالتالي هو كمان ما يعرفش رقم تليفونه. لكن انا قلت قبل كده ان هذا الجهاز المحترم اللي بيقود هذا الرجل مع اسماعيل يوسف، ما اعرفش ايه ولا اسماعيل يا عفريت ده يا اسماعيل فين يا اسماعيل؟ مخصوم 10 المكتب ماشي خلاص. تاني ما اقدرش اقول للمدرب ده يلعب ما يلعبش، لكن اقدر اسال المدرب ده ما بيلعبش ليه؟ يقول لي بقى مصاب متمرد مش ما بيدربش، ده هو بيجاوبني ده حقي. لكن اللي في ايدي نسبه المشاركه. حماده عليه نسبه مشاركه ناقصه، بعمل الكشف الطبي تقرير بديله نسبته، مش هظلمه، لان مش معقول واحد راجل في كل ماتش اللي لعبها واجي انا عشان ماتشين او 3 اصيب فيها واقول له لا شكرا بكده مش هعملها ايا كان. خلاص
فاحنا يا جماعه باذن الله ننسى الفلوس دلوقتي تخلصوا التمرين تروحوا تصرفوا المكافاه بتاعتكم. وان شاء الله باذن الله بعد ماتش ان شاء الله بدون مقاطعه بعد ماتش النادي الاهلي باذن الله هيبقى فاضل كذا ماتش بعد كده لينا في افريقيا. خلاص؟ مفيش بني ادم فيكم هيبقى ليه مليم لا مشاركه ولا نسبه 75% ولا ال 25% الجديده. كلام واضح؟ ونبتدي بقى نتكلم في ايه؟ في السنه الجديده ان شاء الله باذن الله. تتفقوا مع بعض كده انتوا قاعدين ومعاكم الكابتن بتاعكم، هل عايزين تطبقوا النظام بتاع 75% تاخد 25 وكل شهر تقسم على 9 بحيث انك انت ما تجيش تاخدهم مره واحده، مراتك تاخدهم منك تصرفهم وتيجي بعد كده كل شويه تقول سلفه. انتوا بقى ده قراركم انتوا مش قرار انا. تقول لي انا هاخد 25% وبدل ما تديني 50% النص ويروحوا مره واحده، لا قسم لي ال 50% على الموسم واديني كل شهر مبلغ مثلا 100,000 150. انا رايي ده افضل لكم. اذا كان بقى حد بيتاجر في البهايم ولا بتاع زي احمد توفيق يشتري اراضي يعني يبتدي بقى ما شاء الله، لكن انا رايي هياخد الفلوس بتروح في ثانيه. اللي موافق ان احنا نقسمهم على السنه على الموسم يرفع ايده، اللي عايزهم 50% مره واحده تاني. بس في مشكله بس في العقد حصلت اللي هي لما الضرايب علت، لما الضرايب بقت 12 22%، فانا عادي كنت متفق على حاجه فقل 300,000 جنيه مثلا بسبب الضرايب. الضرايب كام؟ معرفش انا كنت جاي كانت 20 يا ريس دلوقتي 22%. انا يا سلام يا احمد بيه بعد اللي انت عملته في الميه ده. انا نفس الكلام. انا افتكرت ياسر الناس مدربك. لا خلاص ما دام بص الضرايب انت متفق معايا اتفاق محدد ان الضرايب 22 مش كده؟ ثانيه واحده بقت 20 هحاسبك، كانت 20 بقت 22 هحاسبك. ده حاجه ليكوا عليك. فاهمها دي ولا مش فاهمها؟ مش فاهمها. هنفترض العكس بقى. خليها 20 هنفترض العكس ان الضرايب الاول كانت 20 بقت 22 اخد منك 2%. يا يعني ما عندنا في بس هو في الاخر عايز يعرف ياخد الاثنين ونص بس كده. باختصار انت دخلوك شرطه عسكريه. شرطه عسكريه زي لا مين اللي يعني مين اللي اختارك قال شرطه عسكريه؟ سينا 10 سنه دي ولا اسمها ايه؟ كابتن سيسي اللي لا خلاص هو اللي 2%. خلاص يا جماعه ننسى الفلوس دلوقتي يا شناوي خالص. ربنا يوفقك ورجعت لمستواك. يسمع بس الواحد راجع من الاصابه. اسمع بس الواحد راجع من الاصابه. انت النهارده باذن الله ان شاء الله الاول مقرر معاك. جرنش عنده مشكله، انا عارف عنده مشكله، عايز يوقع معايا اهلا وسهلا. جبل بعدين مش بيكرر لحد. عندنا ان شاء الله الجمعه ماتش المصري، بعدين سموحه الاربعاء عندنا افريقيا سموحه يوم لسه يوم 3 او 4 اللي هي 63,000 جنيه والله ما بقى تمام. واوعوا تعتمدوا على ان احنا كسبنا هذا الفريق القوي في نيجيريا ممكن نكسب جنوب افريقيا هنا او الفريق الثاني. لا اوعوا ساعة ما تفكر انك انت عنطر هناك خلاص وهنا سهل في السهل بطولة فيها السهل. دي شفت الاهلي اضعف فريق في المسابقة كسب الاهلي. اضعف فريق في الثمانية على فكرة زيسكو ده ولا بيبسي ولا انا ما اعرفش اسمه ايه ده كسب الاهلي. وفريق تاني كان طالع بره كسب جنوب افريقيا دون كسب وفاق ستيف في 2-0 في ارضه. الكرة ما لهاش كبير خلي بالكم. يعني احنا كسبنا في زامبيا. اوعى من اول ثانيه لاخر ثانيه وعندك جمهور يجيلك في افريقيا، عندك جمهور مش اقل من 10,000 واحد جايين يشجعوك. مش اقل من 10,000 ان شاء الله. فانسى الماتش ده خلاص، دي صفحه اتقلبت. احنا عندنا الصفحه اللي جايه ان شاء الله المصري خلصت، عندي جنوب افريقيا. الصفحه اللي بعديها سموحه. الصفحه اللي بعديها جاي الفريق الثاني هنا اللي جاي لا ما هو جنوب ستيف الاولاني وفاق ستيف الوفاق وبعدين جنوب افريقيا خلاص. وبعدين هيبقى ماتش الاهلي. يعني خدها ماتش خدها زي كده من اللي عنده كان ثانويه عامه، ما اعرفش مين كان عنده ثانويه عامه فيكم، خد ماده. لكن قعدت لو انتوا
اول ماده العربي، لو انت قعدت تفكر في الانجليزي اخر ماده مش هتنجح في العربي. خلاص خدها ماده ماده. وزي ما بقول كلكم رجاله، واحنا مش هنستغنى حد في الموجودين الا اذا حد عايز يمشي. يعني مجلس الاداره ما عندوش نيه، يمكن انا اللي زودت 5 في القايمه علشان المعارين نقدر نجيبهم. وانتوا اصلا دلوقتي 22 23 او 24، يعني احنا عايزين المفروض 6 كمان نجيبهم. فبقول لكم اهو، ما في اللي اي حد يقول لك اصل مش عارف هيستغنوا عن مين، مكي رايح فين؟ لا اصل ابراهيم عبد الخالق فين؟ سالم مش عارف الكلام ده مش موجود خالص اصلا، لا منا ولا من الجهاز على فكره. خالص احنا متمسكين بكل اللعيبه اللي موجوده. الا اذا جه لعيب قال انا مش قادر وعايز يديني اعاره، حاضر ما عندناش مشكله. لكن انتوا كلكم جيتوا بالاختيار، يعني كلكم اتنقيتوا كده وجبناكم نقاوه، سواء اللي موجودين قدام او اللي طبعا اللي قدام حازم ومصطفى. مين تاني موجودين معاك من الاول خالص؟ احمد توفيق معانا من الاول؟ 10 سنين. واخوك رايح الاهلي يا استاذ؟ يسافر بره اخر كلام، يخليه يسافر بره يا ابن احسن. عارف الفدان دلوقتي بكام؟ وصل 1,000,000 جنيه. كل سنه وانتم طيبين. طبعا بنشكر الكابتن محمد حلمي، راجل محترم اللي لقيته جوه صافيه. محمد صلاح، الحب اللي احنا شفناه على الشاشه في معالي. الراجل مدرب اللياقه البدنيه المحترم ده اللي انا سعيد بيه جدا جدا جدا. حد يترجم له؟ لا اما حد يترجم له. شكرا. مستواه عالي جدا. وهو انا شايف ان اللياقه البدنيه ليكم ما شاء الله بسبب هذا الرجل. ايمن طاهر طبعا مدرب حراس مرمى. حد يترجم لايمن من فضلكم. الذي اتهم بالفشل جاب لنا ما شاء الله 3 توأم ما شاء الله، وجبل وجنش وشناوي. اما قبل بيقول لك فاشل ليه؟ امال لو ناجح، امال لو انت بقى الجدع اللي اسمه طارق ده بتاع النادي الاهلي كان عامل فيك ايه؟ هو من خير تقول اسمه ايه؟ كان عامل فيك ايه؟ الحمد لله. طبعا معانا اسماعيل يوسف، راجل رئيس قطاع. ده اسماعيل عرفني طول النهار وطول الليل، اخويا جمال اخويا جمال. طب ايه جمال؟ ما اعرفش انا مال بجمال. ده حب الجمال. هو طبعا جمال بسببكم انتوا، بسبب اللي حصل قدامي في الملعب بين طارق وبين الاستاذ كهرباء، قصه كوفي وقصه ايمن. اخلص لفانيلتك ولنفسك ولناديك والملايين من جماهيرك. والله العظيم هتاخدوا كل البطولات باذن الله. وده اللي حصل السنه اللي فاتت. اخلاصكم في الملعب ومع بعض وحبكم لبعض هو اللي جاب لنا دوري وكاس بعد 28 سنه. وان شاء الله باذن الله انا ماسك في الدرع والكاس مش عايز اصلحهم لانهم عندي. مش عايز اقول لكم ان شاء الله لو ربنا كرمكم وخدتوا الدوري والكاس باذن الله. سيبك افريقيا دلوقتي، افريقيا هتاخدوها بامر الله. ليكم مكافاه مني انا مش هتحلموا بيها. خلاص؟ مش هتحلموا بيها لان انتوا تستحقوا بجد. الراجل اللي في الملعب المخلص اللي عنده اراده النصر يبقى عنده ربنا بيكافئه في الملعب ويفوز، والاداره بتاعته بتكافئه، والمدير الفني بتاعه بيبقى سعيد جدا جدا، بيبقى اكتر واحد فرحان. والمدير الفني والجهاز بيبقى عايز ايه؟ بيبقى عايز يكسب. اول ما جه محمد حلمي قال لك الماتش ويعدي. تاني ما قال لك اصل جت بالصدفه. تالت ماتش قال لك اصل الفريق ضعيف. رابع ماتش قال لك اصل معلش. خلاص الراجل ما شاء الله ما شاء الله ثبت ان هو مدير فني بيعرف يوظف لعيبته، وكل لاعب في المكان المناسب في الماتش المناسب في الوقت المناسب في المباراه. هو ده محمد حلمي وجهاز الدفاع. هسيبكم المدرب بتاعكم، شفتوا في الاسماعيليه ان شاء الله، وديكم شفتوا زي ما قلت لكم ماتش الاهلي والاسماعيلي فين؟ بتروسبورت. مفيش خلاص الفيلم بتاع زمان ان انا اللي احدد المكان والزمان والعب فين، الكلام ده انتهى خلاص. في وزير شباب محترم، في ثروت سويلم المحترم اللي ماسك اتحاد الكوره دلوقتي رغم انه اهلاوي لكن انسان محترم جدا، في الحاج عامر حسين، في السيد امين عام وزاره الدفاع، في وزير داخليه، في وزير دفاع. الناس ما يقبلوش بالظلم. ماتش بتاع مين؟ الاسماعيلي يختار ملعبه. اختار ملعبه، احنا قلنا كلمتين. انا ما عنديش مشكله مع المصري ولا بورسعيد، بالعكس اصحابي جدا. لو الماتش بتاع الاهلي والاسماعيلي راح برج العرب انقل لي ماتش المصري، ما انا ما عنديش مشكله مع المصري.
احنا بينا خناق، ده احنا حبايب، هاتولي بقى في هنا في القاهره لان ده ماتش تمام. لكن العقل هو اللي انتصر، اللوائح المحترمه هي اللي انتصرت، العدل هو اساس الملك. ان شاء الله ربنا يوفقكم باذن الله ان شاء الله. ما تزعلوش من الراجل ده لو لعب ده او ما لعبش، احنا خلاص في نهايه موسم. كويس ان الراجل ده جه ما كانش شايف اللعيبه، دلوقتي شاف عارف مين ده وعارف مين ده وعارف مين ده وعارف امكانيات كل لاعب. اعتقد ان شاء الله هو موجود معانا باذن الله الموسم الجاي باذن الله ان شاء الله، والموسم اللي بعده لو احنا موجودين هو والجهاز بتاعه خلاص بقى عنده رؤيه. كل لاعب يعني مش خلي بالكم هو جاي من زي ما بيقولوا من الدار للنار. في واحد تاني انا شفت فاروق جعفر قاعد 4 ماتشات الداخليه يتغلب وقال لك انا هقعد في المدرج فوق اصل انا بتابع. يا ابني انت بتذيع، ده انت بتحلل في التلفزيون، ده انت حافظ كل اللعيبه. وبعدين لما نزل تتابع لا شفنا ثقافه كرويه ولا ثقافه جماهيريه، واخد بالك، وراح شايل له 2 ولا مش عارف 3 وروح شكرا سلام عليكم خلاص. دول اللي هاجموا الراجل ده على فكره هو احمد حسن، الافندي اللي اسمه احمد حسن للاسف الشديد، وبنشوف كريم حسن شحاته والاشكال للاسف محسوبه على الزمالك عمالين يهاجموا، وقال لك بدايه الانهيار قبل الماتش بيوم والفريق خلاص انهار والفريق مش هيكسب. الصراصير دي انا بسميها صراصير. ليه؟ لان الصرصار بيبقى كده ما تشوفوش كده يروح جاري مره واحده تبقى عايز تضربه بالشبشب يروح رايح يمين وشمال تمام. عايز اقول لهم اتقوا ربنا في نادي الزمالك، اتقوا ربنا في نادي الزمالك، اتقوا ربنا في نادي الزمالك. النادي ده اللي صنع اسمكم وصنع اسمي. هو حماده طلبه ده لعب فين؟ مش لاعب في سموحه ولعب في انديه كتير. نجم وظهر فين؟ هنا مش كده؟ في الزمالك. باسم ما هو لعب في كذا نادي الزمالك خلاص. زي ما قلت لكم انا كنت عضو مجلس شعب من سنه 2015 سنه وعضو دلوقتي، وكنت رئيس محكمه ورئيس نيابه ومؤلف قانوني ومحامي ليا اسمي، لكن برضه اللي عارف الناس هلفتني بالزمالك. فالزمالك ده خيره علينا كلنا اللي موجود دلوقتي واللي بره. انما احنا عندنا عاده اللي موجود لازم اللي بره يقعد يقطع فيه، والعاده دي هقطع السنتهم. انتوا شفتوا الواد لما زعل الرساله بعتها له على الهوا، يا كذاب يا بلطجي مش هنزلك من بيتك، واقدر ما انزلوش من بيته. انما والده راجل مؤدب محترم يتكلم معتذر، ده نادي الزمالك. ان شاء الله باذن الله ابذل كل جهدك ماتش المصري، كل طاقتك ماتش سموحه، كل طاقتك ماتش الاهلي. ربنا رايد نكسب دوري وكاس، دي اراده ربنا. ما حصلش محدش بيعترض على اراده ربنا، يبقى انت عملت كل جهدك وبذلت كل اللي عندك من طاقه، وفي الاخر التوفيق من عند ربنا. شكرا. يعني وده سبب نفس القصه محمد ابراهيم نسبه مشاركه اعتقد قليله، لكن كان عنده اصابات هنعملها له تمام. انما تقوم في دماغك كده تقول انا مش مسافر، لا انا مش لاعب، لا انا مش متدرب، لا مش مرتضى منصور، مش هيمشي الكلام ده. هي عقوبات هتتاخد هنقدر ظروف كل واحد، لكن انت في معركه، اللي بيهرب من جندي اللي بيهرب من المعركه بيبقى شكله مش كويس قدام الناس. انا قابلت ايمن حفني، جه ايمن حفني وانا كنت مصاب، هنشوف اذا كان مصاب ولا مش مصاب. كوفي كان ليه نسبه مشاركه زيكم بالظبط ناقصه، كان عنده اعتقد ماتش. كوفي ما خدش فلوسه، كوفي خد نسبه المشاركه لما جاب التقرير الطبي زي محمد ابراهيم دلوقتي. التقرير الطبي وصل هندي له نسبه المشاركه بتاعته، عشان انا قلت في قوه قاهره اسمها الاصابه. القوه القاهره دي بتطبع الكل. واحد بيبقى فاضل له ماتش او ماتشين او 3، او مدرب مش حابب رمزي مثلا مش عايز يلعبه، او ما كانش حابب محمد ابراهيم، فدي انا بعتبر ده كله قوه قهر. لان برضه جزء مهم من المشاركه المدير الفني. انا ممكن ابقى لاعب جاهز بس انا شايف في الماتش ده فلان الفلاني، انا ما اقدرش اتدخل في شغل اقول له لعبه، لكن انا اقدر اديله نسبه المشاركه بتاعته. دي في ايدي انا دي، لكن مش في ايدي اقول له لعبه ما تلعبوش ولا لو قدامكم. والله العظيم ما اعرف تليفونه كام، وبالتالي هو كمان ما يعرفش رقم تليفونه. لكن انا قلت قبل كده ان هذا الجهاز المحترم اللي بيقود هذا الرجل مع اسماعيل يوسف، ما اعرفش ايه ولا اسماعيل يا عفريت ده يا اسماعيل فين يا اسماعيل؟ مخصوم 10 المكتب ماشي خلاص. تاني ما اقدرش اقول للمدرب ده يلعب ما يلعبش، لكن اقدر اسال المدرب ده ما بيلعبش ليه؟ يقول لي بقى مصاب، متمرد،
مش ما بيدربش، ده هو بيجاوبني وده حقي. لكن اللي في ايدي نسبه المشاركه. حماده عليه نسبه مشاركه ناقصه، بعمل الكشف الطبي تقرير بديله نسبته، مش هظلمه، لان مش معقول واحد راجل في كل مطوشه اللي لعبها واجي انا عشان ماتشين او ثلاثه واصيب فيها واقول له لا شكرا بجد مش هعملها ايا كان. خلاص؟ فاحنا يا جماعه باذن الله ننسى الفلوس دلوقتي تخلصوا التمرين تروحوا تصرفوا المكافاه بتاعتكم. وان شاء الله باذن الله بعد ماتش ان شاء الله بدون مقاطعه بعد ماتش النادي الاهلي باذن الله هيبقى فاضل كذا ماتش بعد كده لينا في افريقيا. خلاص؟ مفيش بني ادم فيكم هيبقى ليه مليم لا مشاركه ولا نسبه 75% ولا ال 25% الجديده. كلام واضح؟ ونبتدي بقى نتكلم في ايه؟ في السنه الجديده ان شاء الله باذن الله. تتفقوا مع بعض كده انتوا قاعدين ومعاكم الكابتن بتاعكم، هل عايزين تطبقوا النظام بتاع 75% تاخد 25 وكل شهر تقسم على 9 بحيث انك انت ما تجيش تاخدهم مره واحده، مراتك تاخدهم منك تصرفهم وتيجي بعد كده كل شويه تقول سلفه. انتوا بقى ده قراركم انتوا مش قرار انا. تقول لي انا هاخد 25% بدل ما تديني 50% النص ويروحوا مره واحده، لا قسم لي ال 50% على الموسم واديني كل شهر مبلغ مثلا 100,000 150. انا رايي ده افضل لكم. اذا كان بقى حد بيتاجر في البهايم ولا بتاع زي احمد توفيق يشتري اراضي يعني يبتدي بقى ما شاء الله، لكن انا رايي هياخد الفلوس بتروح في ثانيه. اللي موافق ان احنا نقسمهم على السنه على الموسم يرفع ايده، اللي عايزهم 50% مره واحده تاني. بس في مشكله بس في العقد حصلت اللي هي لما الضرايب علت، كان الضرايب بقت 12 22%، فانا عادي كنت متفق على حاجه فقل 300,000 جنيه مثلا بسبب الضرايب. الضرايب كام؟ معرفش كنت جاي كانت 20 يا ريس بقت 2% انا يا سلام يا احمد بيه بعد اللي انت عملته في الميه ده. انا نفس الكلام. انا افتكرت ياسر الناس مدربك. لا خلاص ادام بص الضرايب انت متفق معايا اتفاق محدد ان الضرايب 22 مش كده؟ ثانيه واحده بقت 20 هحاسبك، كانت 20 بقت 22 هحاسبك. ده حاجه ليكوا عليك. فاهمها دي ولا مش فاهمها؟ مش فاهمها. هنفترض العكس بقى. خليها 20 هنفترض العكس ان الضرايب الاول كانت 20 بقت 22 اخد منك 2%. يا يعني ما عندنا كده بس هو في الاخر عايز ياخد ال 2.5 بس كده. باختصار انت دخلوك شرطه عسكريه. شرطه عسكريه ازاي؟ مش عارف. لا مين اللي يعني مين اللي اختارك قال شرطه عسكريه؟ سينا 10 سنه ولا سنه؟ كابتن سيسي اللي وداها كابتن سيسي وعمل لا خلاص هو اللي 2%. خلاص يا جماعه ننسى الفلوس دلوقتي يا شناوي خالص. ربنا يوفقك ورجعت لمستواك. اسمع بس الواحد راجع من الاصابه. اسمع بس الواحد راجع من الاصابه. انت النهارده باذن الله ان شاء الله الاول مقرر معاك. جرنش عنده مشكله، انا عارف عنده مشكله، عايز يوقع معايا اهلا وسهلا. جبل بعدين مش بيكرر لحد. عندنا ان شاء الله الجمعه ماتش المصري، بعدين سموحه الاربعاء عندنا افريقيا بعدين سموحه يوم لسه يوم 3 او 4 اللي هي 63,000 جنيه والله ما بقى. تمام. واوعوا تعتمدوا على ان احنا كسبنا هذا الفريق القوي في نيجيريا ممكن نكسب جنوب افريقيا هنا او الفريق الثاني. لا اوعوا ساعة ما تفكر انك انت عنطر هناك خلاص وهنا سهل في السهل بطولة فيها السهل. دي شفت الاهلي اضعف فريق في المسابقة كسب الاهلي. اضعف فريق في الثمانية على فكرة زيسكو ده ولا بيبسي ولا انا ما اعرفش اسمه ايه ده كسب الاهلي. وفريق تاني كان طالع بره كسب جنوب افريقيا دون كسب وفاق ستيف في 2-0 في ارضه. الكرة ما لهاش كبير خلي بالكم. يعني احنا كسبنا في زامبيا. لا اوعى من اول ثانيه لاخر ثانيه وعندك جمهور يجيلك في افريقيا. عندك جمهور مش اقل من 10,000 واحد جايين يشجعوك. مش اقل من 10,000 ان شاء الله. فانسى الماتش ده خلاص، دي صفحه اتقلبت. احنا عندنا صفحه اللي جايه ان شاء الله المصري
خلصت. عندي جنوب افريقيا الصفحه اللي بعديها سموحه. الصفحه اللي بعديها جاني فريق تاني هنا اللي جاي لا ما هو وفاق سطيف الاول، الاولاني وفاق سطيف، الوفاق وبعدين جنوب افريقيا خلاص. وبعدين هيبقى ماتش الاهلي، يعني خدها ماتش خدها زي كده من اللي عنده كان ثانويه عامه مع الترمه الحمضانه واللحم الفنان دي مالناش دعوه بيها واللحم الحمير، لكن عندهم مدرب محترم اللي هو حلمي، عندهم فريق محترم جدا. ده الماتش الثاني. ثم ماتش الاهلي هيتلعب هنا في بترو سبورت في ميعاده من 9/7. اديكوا شفتوا ماتش الاسماعيلي والاهلي اللي قاعد يجعجع ويمين وبرج العرب. المساله مش بالمزاج، المساله فيها دوله، فيها قانون وفيها لوائح. الماتش ده ماتش الاسماعيلي يختار ملعبه. مجلس اداره محترم هناك، وزير الشباب المحترم، وزير الداخليه المحترم، سيد امين عام وزاره الدفاع، وزير الدفاع، كلام واضح. لا برج العرب لا، ده ماتش الاسماعيلي يختار الملعب، اختار بترو سبورت، هتلاقي بترو سبورت في ميعاده. تمام؟ ده 3 ماتشات عايزين نركز فيهم. ركزنا فيهم باذن الله ان شاء الله. لو كنت بقول الكلام ده والفرق كان 11 بونت ولا 13 بونت والدوري لسه في الملعب، الناس كانت بتضحك وازاي والناس مش مصدقه والتريقه دي. لا، الدوري اقترب باذن الله. الفرق دلوقتي انا بعتبره 2 بونت. انك عندك ماتش مع النادي الاهلي. ما دام عندك ماتش مع الفريق المنافس وتقدر بارادتك واراده النصر وكفاحك ونضالك في الملعب تكسبه، وان شاء الله هنكسب باذن الله. بامر الله هنكسب ويتحقق الحلم اللي انا شفته باذن الله. لو كسبنا باذن الله ارجع بالدوري دلوقتي. انت بتبذل كل جهدك، هذا الجهاز المحترم كسبان 9 ماتشات على ما اعتقد ورا بعضه، فاضل له ماتش ويبقى زي الثاني على العالم. الثاني على العالم 10 ماتشات متوازيين. ده في رجلكم انتوا وانتوا جربتوا. لما بتبقوا رجاله وجواك اراده النصر، انت هناك هزمت المناخ وهزمت التاريخ، لان احنا عمرنا ما كسبنا بره نيجيريا. خلاص؟ هزمت الحكم، هزمت كل حاجه لما كان عندك اراده انك تفوز وتفرح الملايين من جماهيرك، مش الزمالك بس المصري. عايز اقول لكم اهلاويه كتير كانوا فرحانين بيكم، فرحانين بيكم بجد. وانتوا عوضتوا النكسه بتاع الاهلي بتاعت زامبيا، لان برضو اي حد بيشجع النادي الاهلي في النهايه هو مصري. لما يبقى في فريق مصري يبقى في بيروح القتاليه دي ويكسب بره ارضه في المطره دي، مش مطره، مش عايز اقول مطره، انا شفت الحكم بيرمي الكوره لا ده عايز تقول له ارحمني، ده الراجل غير 4 كور. يعني انا شفت تقريبا غير 4 كور. طبعا الكوره من كتر ما بتشرب الميه قالت جاي، ما بالك بقى باللاعب. وما شاء الله الفانيلات البيضاء بقت بيضاء وكله طبعا. بقيت فرحان خاصه في احمد توفيق اللي مره قال على الفانيلا عمل كده ورماها. جرب بقى ازاي بتزحلق وازاي. فدي الرجوله بتاعتكم. عندكم يوم الجمعه ماتش مهم، مفيش تخاذل، انسوا بقى خلاص نيجيريا. وافتكروا حاجه واحده، انا بقيت زي الاهلي بالظبط، ما كنتش معتمد على الاخرين. الاهلي عشان ياخد الدوري لازم يكسب 3 ماتشات لا قدر الله. الزمالك لازم عشان ياخد الدوري لازم يكسب 3 ماتشات. كان الاول الاهلي ممكن يتعادل ماتش يتغلب معي، كل ده كان الاول، كان قدامه فرصه لان كان عنده 11 بونت. يعني ما تعادل ماتش اخسر بونتين، اخسر ماتش اخسر 3. دلوقتي لا، الماتش اللي يخسره بره واحنا زيه بالظبط. طبعا في 2 لعيبه من زملائكم ما سافروش هيتعاقبوا. كلام غير قابل للنقاش. دي مؤسسه محترمه منضبطه، حضرتك ليك حق عندي، تعالى خده. وانتوا كلكم لما انت بتيجي لي يا حازم تقول لي ان هي كذا، حاضر، نسبه المشاركه بقول لكم شهادات طبيه كده، نجيب اصابات وعشان كله ده طيبين. ربنا نبارك لكم على اداء محترم رجولي اللي انتوا عملتوه. لو انتوا بتلعبوا بالطريقه دي من اول الموسم اعتقد هتبقى كاس العالم مش كاس. الرجوله اللي كانت موجوده والكفاح، الواحد كان خايف عليكم حد يوصل. يعني ما كانش الواحد بيفكر ان الزمالك يكسب او يتعادل، لكن كل تفكيره ان تطلعوا الماتش ده سلام من غير ما حد يتعور. ده طبعا ماتش كان فيه عوده باسم ما شاء الله، كله كان رجاله، ومحمد عيد خذلني لان انا قلت الماتش ده مش بتاع محمد ابراهيم. محمد هيبقى فنان بيطلع كله جامد جدا في المواقف دي. انا حتى قد خذلني محمد ابراهيم، هذا الرأي معروف طبعا تقريبا عشان كان بلده
جابوا له محشي وبتاع هناك، فكان 100 كل اللعيبه رجاله، بدأ من الشناوي، علي جبر، طويدار، حماده طلبه في الشمال، حازم امام في اليمين، كفى انسى حد، ابراهيم عبد الخالق، طارق حامد، احمد توفيق. احمد توفيق ده عشان الفلوس يموت نفسه، ده عمل ماتش عالمي، لقيت هو هيموت، الواد ده هيموت. طبعا كان يعني ماتش فيه شيء كوميدي شويه في الشقلباظات اللي كانت موجوده. طبعا باسم معروف، ميكي لما نزل، ابراهيم عبد الخالق لما نزل، اللي كانوا احتياطي، كهربا طبعا، كويس كهربا في المية دي قلت الكهربا اللي كنت عارف. المهم ده ماتش ما كانش فني قدر ما كان ماتش اللي انت تذكر ان انتوا رجاله. المكافأة اللي احنا وعدنا بيها هتصفوها النهارده. لكم مكافأة عادية تبقى مريحة، وليكم ال $1000 اللي هتحولوا لمصر تاخدوهم النهارده دلوقتي اول ما تخلصوا على طول. بس مش هي القضية الفلوس. يعني مهما الواحد يكافئكم في مصر كلها فرحت بأدائكم الرجولي. ده كان أداء رجولي على أعلى مستوى، وأنا عارف إن لو رمزي لعب كان هيعمل كده، جنش لو كان نفس القصة، سالم، مين تاني؟ مصطفى فتحي، بس أنا بقيت يا رب إن مصطفى ما يلعبش عشان مصطفى مش بتشتم، واضح إن تجيله واحدة في البتاع يغرق ما يطلعش. فين مصطفى؟ أنا مصطفى جاي لك عقود من بولونيا فين يا ابني؟ هات طيب. ما أعرفش حاجة. هات. أنا عايز أشوف عقودة. زي ما قلت لك أي لاعب هيجي له عرض يليه بيه ونادي الزمالك، أقسم بالله لو هو أحسن لاعب في الفريق هيمشي فوري. ليه؟ لأن إحنا عايزين أكبر عدد يبقى بره يعني للزمالك. يعني كلنا فرحانين بعمر جابر. كلنا فرحانين بمحمد عبد الشافي، الراجل ما كانش فلوسنا لكن فرحانين بيه. الراجل أول سنة يلعب فيها في أهلي جدة خد الدوري والكاس برغم انه نصب علينا، بس احنا وراهم لغايه ما ناخد فلوس. ننسى بقى الصفحه دي خلاص، ننسى الفلوس دلوقتي، نفتكر عندنا 3 ماتشات. عندنا المصري فريق محترم، مدرب محترم ما يقلش عن ماتش الاهلي. عندنا سموحه فريق محترم، سيبكم من رئيس النادي، ما اعرفش مين كان عايز ينام فيكم، خد ماده، لكن قعدت لو انت اول ماده العربي، لو انت قعدت تفكر في الانجليزي اخر ماده مش هتنجح في العربي. خلاص خدها ماده، وزي ما بقول كلكم رجاله، واحنا مش هنستغنى حد في الموجودين الا اذا حد عايز يمشي. يعني مجلس الاداره ما عندوش نيه، يمكن انا اللي زودت 5 في القايمه علشان المعارين نقدر نجيبهم، وانتوا اصلا دلوقتي 22 او 24، يعني احنا عايزين المفروض 6 كمان نجيبهم. فبقول لكم اهو، ما في الا اي حد يقول لك اصل مش عارف هيستغنوا عن مين، ميكي رايح فين؟ لا اصل ابراهيم عبد الخالق فين؟ سالم مش عارف الكلام ده مش موجود خالص اصلا، لا منا ولا من الجهاز على فكره خالص. احنا متمسكين بكل اللعيبه اللي موجوده، الا اذا جه لعيب قال انا مش قادر وعايز يديني اعاره، حاضر ما عندناش مشكله. لكن انتوا كلكم جيتوا بالاختيار، يعني كلكم اتنقيتوا كده وجبناكم نقاوه، سواء اللي موجودين قدام او اللي طبعا اللي قدام حازم ومصطفى. مين تاني مقدمين معاك من الاول خالص؟ احمد توفيق معانا من الاول؟ 10 سنين. واخوك رايح الاهلي يا استاذ؟ هيسافر بره اخر كلام، يخليه يسافر بره يا ابني احسن. انت عارف الفدان دلوقتي بكام؟ وصل 1,000,000 جنيه. كل سنه وانتم طيبين. طبعا بنشكر الكابتن محمد حلمي، راجل محترم اللي لقيته جوه صافيه. محمد صلاح، الحب اللي احنا شفناه على الشاشه، حليم علي، الراجل مدرب اللياقه البدنيه المحترم ده اللي انا سعيد بيه جدا جدا جدا. حد يترجم له؟ لا ما حد يترجم له. شكرا. مستواه عالي جدا، وهو انا شايف ان اللياقه البدنيه ليكم ما شاء الله بسبب هذا الرجل. ايمن طاهر طبعا مدرب حراس مرمى. حد يترجم لايمن من فضلكم؟ الذي اتهم بالفشل، جاب لنا ما شاء الله 3 توأم ما شاء الله، وجبل وجنش وشناوي. اما قبل يقول لك فاشل ليه؟
امال لو ناجح، امال لو انت بقى الجدع اللي اسمه طارق ده بتاع النادي الاهلي كان عامل فيك ايه؟ ابو من خير بيقولوا اسمه ايه؟ يا داري سليمان كان عامل فيك ايه؟ الحمد لله. طبعا معانا اسماعيل يوسف راجل رئيس قطاع. ده اسماعيل عرفني طول النهار وطول الليل، اخويا جمال اخويا جمال. طب ايه جمال؟ ما اعرفش انا الا بجمال. ده حب الجمال. هو طبعا جمال بسببكم انتوا، بسبب اللي حصل قدامي في الملعب بين طارق وبين الاستاذ كهربا، قصه كوفي وقصه ايمن. اخلص لفانيلتك ولنفسك ولناديك والملايين من جماهيرك، والله العظيم هتاخدوا كل البطولات باذن الله. وده اللي حصل السنه اللي فاتت. اخلاصكم في الملعب ومع بعض وحبكم لبعض هو اللي جاب لنا دوري وكاس بعد 28 سنه. وان شاء الله باذن الله انا ماسك في الدرع والكاس مش عايز اصلحهم لانهم عندي. مش عايز اقول لكم ان شاء الله لو ربنا كرمكم وخدتوا الدوري والكاس باذن الله. سيبك افريقيا دلوقتي، افريقيا هتاخدوها بامر الله. ليكم مكافاه مني انا مش هتحلموا بيها. خلاص؟ مش هتحلموا بيها لان انتوا تستحقوا بجد. الراجل اللي في الملعب المخلص اللي عنده اراده النصر يبقى عنده ربنا بيكافئه في الملعب ويفوز، والاداره